السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ شايفين الجمال؟ شايفين لون الكيكة بتاعتنا طرية وجميلة ولونها زي العسل. يلا ندخل ونشوف المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتنا عبارة عن 3 بيضات وفانيليا ونص كوباية من الزيت وكوباية حليب وكوباية من السكر، ومعايا بنفس الكوباية كوبايتين من الدقيق نخلاهم كويس، ومعايا باكو محسن. وهنعمل الكيكه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. شفت شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل جدا وطعمها زي العسل. في 5 دقايق هتعملي الكيكه ديت وهتطلع معاكي زي الفل. هنعمل ايه؟ هناخد المواد السائله بتاعتنا الاول، الثلاث بيضات كده، وهنحط عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا، وهننزل بالسكر واللبن والزيت وكل الحاجات السايلة ديت في الخلاط كده، ونضربها ضربة حلوة كده محترمة علشان تطلع معايا الكيكة الجميلة ديت. هنحط ايه كمان؟ هنحط معلقتين كبار من الخل علشان الكيكة بتاعتنا تطلع هشة وطرية زي ما انت شفتها كده. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل وطعمها زي العسل. ما شاء الله، حاجة كده زي الفل. في 5 دقايق هتعملي احلى كيكة وبثلاث بيضات بس، يعني ده كمان بيض فلاحي من الصغير. لو بيض كبير ممكن تعمله بيضتين 2 بس. هنضربه بقى ضربة كويسة كده في الخلاط، وبعد كده هننزل في البولة بتاعتنا وهنحط بقى المكونات الجافة بتاعتنا على بعضها. عندك مضرب هتعملي بيها، ما عندكش مضرب، في الخلاط كده في 5 دقايق هتعملي احلى كيك. هنا انا حطيت معلقه من النشا. لو انا كنت هحط معلقتين بس بصراحه ما لقيتش عندي الا معلقه ونص من النشا حطيتهم. ومعايا هنا باكو كيك شيف، وهقلبه كده المكونات كلها مع بعضها واخلطها كويس علشان اتاكد ان كل حاجه جت كده مع بعضها. وبسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. وان شاء الله تجربي الطريقة دي تبقى معاكي زي العسل. هنزل بقى بالدقيق بتاعنا كده، بس مش هنزل بكمية الدقيق كلها مرة واحدة، هاخد شوية شوية كده. اضيع الدقيق بتاعي كده في المادة السائلة وانزل حبة حبة لحد اما الدقيق اللي عندي كله يختفي تماما. اتاكد ان ما فيهاش اي دقيق علشان تطلع معايا احلى كيكه ما شاء الله. طعمها وريحتها زي العسل، ولا حطينا برتقان ولا اي حاجه ولا فانتا ولا كلام من ده. وشفت اللون بتاعها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل. قبل ما بعمل الحاجات دي كلها كنت انا مولعه الفرن بتاعي علشان يسخن كده. على ما اخلص الحاجات الكيكه بتاعتي هيكون الفرن درجه حرارته زي الفل ما شاء الله. طبعا انا الفرن بتاعي بتاع البوتاجاز ما فيش تايمر ولا في اي حاجه ولا في حتى درجه حراره 180 ولا الكلام ده كله. انا بولعه يسخن الاول وبعد كده بهدي النار على الهادي وبسيبها في النص. لو انت عندك بقى درجات الحراره وكده بتظبطيها على 180 وبتحطيها، بتقعد معاكي بالظبط 40 دقيقة وبتطلع معاكي أحلى كيكة ما شاء الله عليها. معايا هنا صينية دهنها كده، هدهنها كويس من الزيت علشان لما اجي افضيها تطلع معايا الكيكة زي ما انت شفتيها كده، وتطلع الجناب بتاعتها حمرا وجميلة ما شاء الله، لونها زي العسل. دهنت الصينية كويس، هنزل بقى بالكيكة بتاعتنا كده. كيكة ما شاء الله سهلة وبسيطة وفي 5 دقايق، ومكوناتها موجودة في كل بيت. الثلاث بيضات بس، يعني هم كانوا صغيرين. لو بيضة كبيرة هتعملي بيضتين 2 بس وهتعملي هتبقى معاكي زي الفل. كده هصبها بقى وهحطها في فرن البوتاجاز بتاعي زي ما قلت لكم، ولعها من قبل ما اعملها. احطها بقى في الفرن اللي انا مسخناه وهنسيبها بقى لمدة 40 دقيقة. وزي ما انتم شايفين كده هخبطها خبطتين كده على الرخامة، خبطتين 2 بس كده على الرخامة، وهدخلها الفرن. وبعد ال40 دقيقة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ حاجة كده زي العسل وريحتها جميلة. حاجة كده لو بنتك لسه صغيرة دخليها كده وخليها هي اللي تعملها وهتفرح بالنتيجة الجميلة ديت، وهتطلع معاها زي الفل. شايفين طرية وجميلة ما شاء الله؟ شايفين وانا بقطعها السكينة بتعمل ازاي؟ شايفين؟ تشوفيها تقولي ده بسبوسة مش كيكة. حاجة كده جميلة وحاجة زي الفل. بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفها يفكر ان هي بسبوسة مش كيكة. حاجة كده زي العسل وجميلة، اللون لون البسبوسة. بسم الله ما شاء الله، تجربيها وان شاء الله تعجبك. ولو عجبتك ما تنسناش في لايك وشير حلو كده من ايديكم. ربنا يبارك له في عمركم، احلى اخوات في الدنيا كلها. شايفين الجوانب بتاعتها عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بسيطة وسهلة واي حد يعملها، لو بنوتة صغيرة هتعملها وهتطلع معاها النتيجة الحلوة دي. دايما كده وقفي بنتك في المطبخ وعرفيها وعلميها عشان تطلع كده ما شاء الله عليها شاطرة وحلوة كده، يعني هتطلع احلى
من ايديها بأمر الله. واتمنى يعجبكم الفيديو، ولايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. ربنا يبارك في عمركم ويجعل ايامكم كلها خير وسعادة. شايفين اللون الحلو ده؟ حاجة زي العسل، حاجة فاخر من الاخر، ما شاء الله، جميلة وريحتها جميلة ومش مكلفة. ببيضتين اتنين، وانا حطيت زي انتوا ما شفتوا كده بيض فلاحي 3 بيضات. ولو هو بيض من الكبير هتحط بس بيضتين وهيطلع معاكي احلى صينية كيكة. وان شاء الله تشوفوها، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. والسلام عليكم.